مرحبا بكم في قناتنا وداد سبورت. في حلقة اليوم سنناقش قضية ساخنة أثارت جدلا واسعا في الساحة الرياضية المغربية. مؤخرا وجد اللاعب محمد زريدة نفسه في وسط عاصفة من الانتقادات بعد ظهوره في مقاطع فيديو وهو يغني مع جماهير الرجاء بكلمات مهينة تجاه نادي الوداد الرياضي العريق. هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، حيث أثارت غضب واستياء جماهير الوداد بشكل كبير. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على تفاصيل الحادثة وردود الفعل المتباينة وأهمية الأخلاق في الرياضة. تابعونا لمعرفة المزيد. في الآونة الأخيرة شهدت الساحة الرياضية المغربية حدثا أثار جدلا واسعا واستياء بين الجماهير، خاصة الجماهير الودادية. الحادثة المثيرة للجدل تورط فيها اللاعب محمد زريدة الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يغني مع جماهير الرجاء. الأغنية التي تم ترديدها كانت تحمل كلمات مهينة وغير أخلاقية تجاه نادي الوداد، مما أثار غضب الجماهير الودادية. هذا السلوك من لاعب يعتبر محترفا يعد خرقا للقيم الرياضية والأخلاقية التي يجب أن يحترمها كل لاعب. الرياضة بطبيعتها تعزز الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين الفرق والجماهير، ومن المتوقع أن يكون اللاعبون قدوة في هذا السلوك. الغناء بكلمات تحمل إهانات يعد تصرفا يتنافى مع هذه القيم ويظهر نقصا في الاحترام ليس فقط للفريق المنافس ولكن أيضا للعبة نفسها. الجماهير الودادية وبشكل مستحق تشعر بالغضب والاستياء من هذا التصرف، وهي تنتظر بقلق قرار لجنة الأخلاقيات. هناك توقعات بأن تتخذ اللجنة إجراءات صارمة مماثلة لتلك التي اتخذت في السابق مع اللاعب إسماعيل الحداد الذي تم توقيفه وتغريمه بسبب ترديده لأغاني مع الجماهير فيما اعتبروه تصرفا غير رياضي. الجماهير تطالب بالعدالة والإنصاف، وتأمل أن تظهر اللجنة ثباتا في قراراتها وأن تعامل جميع اللاعبين بالمثل بغض النظر عن الفريق الذي ينتمون إليه. هذا الموقف يعد فرصة لتأكيد أهمية الأخلاق في الرياضة وضرورة الالتزام بها من قبل الجميع، لاعبين وجماهير على حد سواء. وفي الختام، لا شك أن هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة الالتزام بالأخلاق الرياضية من قبل اللاعبين والجماهير على حد سواء. الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي أيضا منصة لتعزيز الاحترام المتبادل والروح الرياضية. نأمل أن تكون لجنة الأخلاقيات حازمة في قراراتها لتحقيق العدالة والإنصاف. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا مشاركة آرائكم في التعليقات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في حلقة قادمة.